النهارده هاعرّفكم على طريقة جديدة ما فيهاش حساب بنكي ولا فيها لغة، وطبعًا تقدر تقدّم عليها بنفسك أونلاين وبسيرتك الذاتية بس. هتوفّر لك التأشيرة لأسبانيا، هتوفّر لك فرصة عمل، هتوفّر لك فرصة تتدرّب من خلالها من غير ما تدفع قرش صاغ واحد من جيبك، والتقديم طبعًا عليها مجانًا. وفرصة النهارده يا جماعة موفّراها منظمة الأمم المتحدة، وهي فرصة للتدرّب لفترة معيّنة هتوفّر لك من خلالها مميزات كتيرة هنعرفها النهارده. بس الأول لو أنت أول مرة تشوفنا يا ريت ما تبخلش علينا بالاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. يا مساء الفل عليكم يا شباب، وكل سنة وأنتم طيبين. النهارده يا جماعة احنا هنتكلم عن فرصة موفرة الأمم المتحدة. الفرصة دي متاحة لجميع الجنسيات العربية ولجميع الأعمار، يعني مش مطلوب منك فيها سن معين، مش مطلوب منك فيها لغة، تقدم عليها براحتك وبسهولة وبخطوة واحدة بس. وهسيب لكم رابط التقديم برضو في قلب صندوق الوصف. الفرصة ديت هتأهلك ان انت تاخد تأشيرة طبعا اسبانيا، وهتأهلك برضو انت تاخد فرصة للتدرب والعمل في الدولة هناك، وراتب شهري، وليك اجازة سنوية ولفترة معينة، يعني ليك 30 يوم في السنة تنزلهم. وبرضه في نفس الوقت هيكون ليك تأمين وهيكون ليك سكن. وبتقدم على الفرصة ديت يا جماعة بدون حساب بنكي وبدون لغة، يعني حاجات كتير هتلاقيها متاحة معاك، خصوصا في الفرصة اللي احنا هنوضحها النهارده. الفرصة دي كلها هدف انها بتساعدك على التدرب في اي عمل ايا كان، يعني في جميع التخصصات. وشرطها الوحيد عشان الناس ما تقلقش من النقطة ديت ان انت تكون لا اما طالب جامعي او ان انت تكون متخرج من جامعة، يعني خريج جامعة، يعني شهادة بكالوريوس تمشي، شهادة ليسانس تمشي. المهم ان انت تكون لا اما خريج اي كلية في اي مجال وحابب تروح اسبانيا وتتدرب. الفرصة دي جاية لك لغاية عندك. بس كده الفرصة لا، دي كمان هتوفر لك راتب شهري 500 يورو شهريا، يعني هتتدرب وهتاخد التأشيرة ببلاش، وهيكون لك سكن ولك تذاكر طيران وتأمين. كل الكلام ده موفرها لك الأمم المتحدة. وخطوات التقديم قلنا بخطوتين، يعني الناس ما تبصش إن هو التقديم هيدفع في فلوس، لا، التقديم كمان يا جماعة مجانا. هتلاقي نفسك أنت تقدر تقدم وتقدم الطلب بتاعك. بس أول حاجة لازم تعملها إن أنت تعمل سيرة ذاتية. السيرة الذاتية دي يا جماعة تعتبر هي ملخص كل حاجة عنك، فيها مهاراتك، خبراتك، المعلومات اللي انت تعرفها في اي مجال بتحطها، طبعا بتعملها باللغة الانجليزية. ولو انت مش تعرف طبعا تعمل سيرة ذاتية بالكلام دوت، ممكن انا اسيب لكم رابط هيساعدك في خلال ده واسطة ان انت تعمل سيرة ذاتية بنظام احترافي وعلى النمط الاوروبي، وتقدر تقدم بيها على الموقع ده او على الفرصة بتاع النهاردة. وقلنا يا جماعة الفرصة دي متاحة لإيه؟ لجميع الجنسيات العربية، يعني أي حد من أي بلد عربي يقدر يقدم على الفرصة دوت وهو مطمن، سواء كنت من المغرب، من مصر، من سوريا، من العراق، من تونس، من الجزائر. أي بلد عربي من حقه إنه يقدم على الفرصة ديت وبسهولة جدا. قلنا يا جماعة بتخش على الرابط اللي موجود في الوصف، بتملأ الفورم اللي هو الطلب، وبترفع طبعا سيرتك الذاتية وبتأكد نفس المعلومات، ويكون معاك إيميل شخصي، وبتبدأ تبعت الطلب بتاعك وبتستنى الرد. الفرصة دي هتلاقيها ميعاد محدد وتنتهي فيه. الفرصة دي التقديم فاتح ليها دلوقتي ولجميع الجنسيات زي ما قلنا، وما فيهاش شرط السن، يعني لو سنك فوق 18 سنة تقدر تقدم على الفرصة ديت عادي جدا، يعني ما تقلقش من أي حاجة. يعني سنك 40 30 50 قدم وما تقلقش من أي حاجة. فرصة للتدريب، هتديك فرصة للتدريب في مجال معين في العمل اللي أنت حابب تتدرب فيه، ومجانية. يعني محدش يقول لك هات فلوس انا اقدم لك على الفرصه ديت، لان التقديم يا جماعه مجانا. باكد تاني التقديم مجانا بدون اي رسوم. قلنا بتملأ الطلب بالفورم بالفرصه، وبعد كده بترفع السيره الذاتيه بتاعك وبتستنى منهم مساله الرد. قلنا التقديم متاح لجميع الجنسيات العربيه. هتوفر لي تامين صحي، هتوفر لي سكن، تساعدني في الحصول على التاشيره او تصريح العمل هناك بالمده اللي انا هقضيها، وليا راتب شهري برضه 500 يورو. ناس هتسألني هنا أقدر آخد أسرتي خلال مدة الإقامة هناك؟ أقول لك لأ، ما ينفعش إلا في حالة إن أنت حولتها لإقامة تانية. إيه الإقامات اللي تقدر
تسمح لك بعد كده ان انت تاخد اسرتك معاك. هنقول اول حاجه اقامه العمل. اقامه العمل ديت يا جماعه في حاله ان انت لقيت شغل هناك بتقدر تجددها وبتعمل اقامه عمل جديده. طيب ممكن ان انا اقدر اعمل هناك اقامه دراسه، تقدر تعمل اقامه دراسه في حاله ان انت لقيت طبعا كليه او معهد هناك ودفعت مصاريفه وتقدر تاخد اقامه دراسه برضه. طيب لو حابب ان انت تقدم من خلالها اللجوء تقدر تقدم برضه من خلالها لجوء. دي تعتبر الفرصه ديت موفره لك كل حاجه، تعديل الوضع، موفره لك الاقامه، موفره لك التاشيره، وكله مجانا بدون اي شروط. فالناس اللي هي حابه تقدم يا جماعه الروابط كلها تبقى في قلب صندوق الوصف، تقدر تدخل على الروابط ديت وتبدا تقدم. تبدا تملى السيره الذاتيه. حتى انا هسهل لك ازاي تعمل السيره الذاتيه، اسيب لك رابط برضه في قلب صندوق الوصف تبدا تاسس من خلالها اللي هي السيره الذاتيه بتاعتك بتأني كده، تحط مهاراتك وتنظمها وتكون على النمط الاوروبي يعني كمان معتمده، وتبدا ترفعها على الرابط ده. يا جماعه قلنا الشرط الوحيد التقديم ان انت تكون يا اما بتدرس في كليه او ان انت تكون خريج جامعه. الحاجات دي كلها هتساعدك بعد كده ان ربنا ييسر لك الحال ويوفقك ان انت تاخد تاشيره شنجن اسبانيا. وطبعا تاشيره شنجن اسبانيا عشان الناس ما يعرفش ايه يعني تاشيره شنجن اسبانيا، من حقك بعد كده ان انت تدخل 28 دوله اوروبيه تانية بسهوله باي طريقه ايا كانت. يعني خلال المده اللي انت مقيمها في اسبانيا، حابب تطلع على فرنسا، حابب تطلع على ايطاليا، ما حدش هيقول لك انت بتعمل ايه بالظبط. فتاشيره النهارده او فرصه تدريب النهارده مقدماها منظمه عالميه اللي هي اليو ان، منظمه الامم المتحده للتدرب. الفرصه انها بتساعدك ان انت تتدرب في اي مجال. بوضحها اهو، العدد مطلوب مش محدد. هم طالبين عدد كتير بس هل هم محددين عدد معين؟ لا، العدد المطلوب يا جماعه مش محدد. يعني لو انت عايز تقدم طبعا على الفرصه ديت بتقدم عليها بكل سهوله، يعني مش محتاج حد انه يقدم لك. والتقديم طبعا يا جماعه عليها مجانا، قلنا والجميع الجنسيات العربيه، وما تدفعش فلوس لحد. لو انت حابب ان انت تقدم، عرفتك الطريقه ان انت بتملى طبعا الطلب بتاعك وبتعمل سيره ذاتيه ويكون معاك ايميل. الكلام ده يا جماعه يساعدك كتير ان انت يعني توفر الكلام ده. يعني انا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم الفرص السهله، الفرص البسيطه اللي ما بقاش مطلوب فيها اي رسوم، تفتح لك بعد كده اي مجال ان انت تتنقل، ان انت تقعد في قلب الدوله. هناك فرص كتير ان شاء الله هتكون نازله على القناه عندي. فالناس اللي حابه تستفاد اكتر ما تنساش يا جماعه بالاشتراك واللايك والشير، وبالتوفيق للجميع باذن الله. ولو في اي استفسار يتنسبونا في قلب التعليقات وانا في اقرب فرصه هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.